يا تبتكر يا هتتبخر. هل احنا فعلا اصبحنا كاشخاص مجرد رقم؟ حد جاله ساعة الصفر انه لازم يعمل حاجة عشان يعيش to survive. زي ما اقول دايما يعني هو في قطر، يا تركب القطر يا هتداس بيه، او يحصل حاجة في الحياة مفيش تواصل، مفيش كونكتيفيتي. طب انت مكمل ولا مش مكمل؟ السلام عليكم. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في بودكاست جديد من بودكاست لايف سيزون. الحقيقه البودكاست او الحلقه النهارده مختلفه تماما لان معايا ضيف عزيز عليا جدا، واحد من الناس اللي اتعلمت منهم كتير جدا، هو محمد علي. انا هسيبه في البدايه هو يعرف نفسه ويتكلم اكتر. مين محمد علي؟ ازي حضرتك يا محمد؟ يا اهلا وسهلا. كله كويس؟ كله جميل، تسلم لي يا رب دايما. وشكرا على المقدمة دي. لا ما اديناش حقك لسه، يعني احنا حبيبي. بس عايزين نعرف الاول ونعرف المشاهدين مين محمد علي سريعا. سريعا، انا محمد علي، ماستر فرانشايز اوبريتور لسي اس نتورك، جلوبال نتورك للبي تو بي، انوفيشن استراتيجيست، سوشيال امباكت استراتيجيست، فريلانسر مع حاجات كتير قوي. بقالي اكتر من 12 سنه في مجال الانوفيشن والانتربرينورشيب، ومحاضر زائر في الماستر فيما يخص برضه رياده الاعمال والبيزنس اثكس وهكذا. طيب انت نسيت تقول اهم حاجه بقى. فيوتشرست ريسيرشر، يعني بحب جدا فكره ان انا ابص على المستقبل واذاكر المستقبل واحاول اشوف بيه ايه اللي ممكن نعمله النهارده عشان المستقبل ده. ساعات طبعا بتبقى في اخفاقات في حته الادراك ده للمستقبل، وساعات لا. والاهم مؤخرا بقى، وده بصدد اللي احنا فيه النهارده الحمد لله، طلع كتابي المحاضرة الأخيرة It's a Network Program للإنوفيشن، بس طلع في صورة كتاب كده. فيشرفني أكون معاكم النهاردة في لايف سيزونز إن احنا نتناقش فيه. بجد احنا اللي بنتشرف بحضرتك النهارده وان انت موجود معانا. والحقيقه انا هاخد من كلامك بخصوص كتاب المحاضره الاخيره. الحقيقه يعني يمكن احنا اتقابلنا من حوالي سنه تقريبا، وحضرتك كلمتني عن الكتاب، والكتاب مكتوب بقاله اكتر من نقول سنتين. بالظبط. والكتاب بيحاكي ما يحدث الآن في البيزنس عموما وفي التكنولوجي. وكلمنا أكتر يعني إزاي قدرت توصل للي بيحصل دلوقتي. والحقيقة الناس المشاهدين اللي ما يعرفوش، احنا النهاردة هنتكلم عن كل الناس اللي عندها بيزنس. الحقيقة احنا مش جايين نقول لك بقى النهاردة احنا عايزين ننجح ازاي. اكيد طبعا كلنا عايزين ننجح، بالظبط. بس الاهم اعتقد ان احنا how to survive، ازاي نحافظ على الكرنت سيتويشن او الوضع الحالي في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. فقول لنا منين جت فكرة الكتاب، وسريعا كده هو ازاي بيحاكي اللي بيحصل دلوقتي. الحقيقة فكرة الكتاب أولا كمحاضرة الأخيرة، يمكن العنوان يبان إن هو كئيب شوية، أو إن هو بالعكس. هو الفكرة إنه it's enough for knowledge. يمكن دايما نقول the best end in life is not knowledge but action. كتير مننا بيقرأ وبيعرف، لكن قليل اللي بيطبق، وقليل إن هو المفروض ياخد خطوات سريعة. فالكتاب يعتبر دعوة للتحرك، دعوة للفعل، بس من خلال الاطلاع برضو والمعرفة. فدي قصة المحاضرة الأخيرة. أنت it's enough, you have to take action, stop wishing. يعني خلاص كفاية أماني، عايزين نتحرك. وأنا أخد من كلمتك فكرة السرفايفل. مش محتاج أشرح الواقف اللي احنا فيه والظروف الاقتصادية والعالم كله فيه. بالتالي أنا دايما أقول للناس innovate or evaporate، يعني يا تبتكر يا هتتبخر. على مستوى بقى شخص، مؤسسة، شركة، دولة، الوضع نفسه العالمي دلوقتي بيخلي الناس في منطقة innovation. يعني خلاص انت للأسف الانوفيشن نفسها مهدور حقها شوية، أو دايما الناس بتروح لها ككوربريت انوفيشن، ايفن حتى كابتكار مؤسسي بتروح لها لما يكون في مشكلة بس. لا، احنا بنقول في الدعوة انه البروجرام نفسه او الكتاب من خلال صيغة روائية بسيطة، ناس من انطباعات مختلفة عايزين يحضروا لأسباب مختلفة، كل واحد عنده سبب حضر بيه بروجرام أو محتوى لبرنامج عن الابتكار. وبنشوف ونكتشف بقى التداعيات المستقبل على لما بيكتشفوا المعلومات الجديدة عن طبعا تأثير التكنولوجي. طبعا هل احنا فعلا أصبحنا كأشخاص مجرد رقم ديجيتالي؟ هل احنا ليك رأي، ليك قرار، ولا انت بتساق في امور مختلفة في الحياة ونكتشفها مع بعض بقى اثناء الرواية يعني. طيب خلال الجولة اللي ان شاء الله هناخدها جوه الكتاب، انا بس عايز اسأل حضرتك سؤال مهم جدا.
هل البودكاست النهارده والحلقه النهارده مفيده لمين؟ يعني مين اكتر ناس هتستفيد؟ هل هم الكوربريتس الكبيره، ولا السمول كومبانيز الميديوم سايز، ولا الناس اللي لسه عندهم ستارت ابس، ولا مين اكتر حد هيستفيد ان احنا نساعده تو سرفايف؟ على فكره عايز اقول لك على حاجه، انا كل الناس القريبين مني اللي انا بحبهم عندهم بيزنس، انا تقريبا اديتهم الكتاب ده علشان يشوفوا الدنيا رايحه فين. دي حاجه تسعدني فمين والله. اكتر ناس هتستفيد النهارده؟ وهنتكلم عن كونسبت كتيره جدا الحقيقه، وحاجه من ضمن الكونسبت دي يمكن يعني اتعلمتها من حضرتك، الزيرو 1 والبلان زيرو 1، ويعني ايه زيرو. بلان زيرو 1 فمين اكتر ناس هتستفيد؟ الحقيقه ان مش هربطها بسن ولا هربطها، يعني بربطها بمرحله. يعني فكره ان حد جاله ساعه الصفر انه لازم يعمل حاجه عشان يعيش تو سرفايف، سواء حد بدا حياته العمليه او حد موظف جوه الشركه محتاج ان يشوف المهارات الجديده في الحياه شكلها ازاي، او حد بدا بزنس از ستارت اب، او حد في ميديوم سايز انتربرايز وبيحاول يكبر وبيسرفايف برضه، او كوربريت برضه. ما انت بتتعامل مع موظفين وبتتعامل وانت طبعا بخبراتك في الاتش ار وكده. فاحنا الامباكت او تاثير التكنولوجي على علاقاتنا وسلوكنا وقراراتنا في حياتنا معتبر انه ممكن عايزين نلخص يبقى في الاكزيكتيف لايف. اي حد في اكزيكتيف لايف صغير او كبير هياخد قيمه من اللي بيحصل في الروايه او الكتاب يعني. طيب انا حابب ابدا بقى زي ما انت بتقول كده، الكتاب اسمه المحاضره الاخيره، يبان ان هو شويه في عنف، تنشن صح كده، كده، كئيب وفي شويه. كئيب شويه. طب تعالى نبدا باول عنوان. هل احنا دلوقتي في بدايه النهايه فعلا؟ ده انطباعي عن قراءات. يعني الكتاب طبعا عبارة عن استخلاص 10 سنين قراية بتتحط في الرواية دي. أنا بقول رواية لأن هو بيزنس في وليه الرواية. انا اسف ان انا بقطع حضرتك، وليه بدات اول حاجه في الكتاب ببدايه النهايه؟ مم. وهل حضرتك تقصد بدايه النهايه على مستوى ايه، بيزنس ولا لايف ولا تكنولوجي ولا ايه بالظبط؟ الحقيقة لما الواحد يبص على تأثير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وده اللي بنشوفه على مدار تطور الحياة البشرية، لما بنشوفها على مدار من بدايات خالص لحد النهاردة، بنلاقي ان التكنولوجي بتتحكم فينا، بتتحكم في حاجات كتير جدا. المفترض ان احنا بداية النهاية هنا هي فكرة ادراكك ازاي هتعامل مع التسونامي اللي جاي ده. في الناس اللي زي ما اقول دايما، يعني هو في قطر، يا تركب القطر يا هتداس بيه. تمام. وفي المقابل لو ركبت القطر، هل انت اللي بتسوق؟ ده التشالنج اللي احنا بنكتشفه دلوقتي في حياتنا. هل انت اللي بتتحكم في القطر اللي انت راكبه كتسونامي اوف اي اي بقى والذكاء الاصطناعي والتكنولوجي، ولا انت بيتساق بيك الدنيا كده، بنتسلم كده الاتجاه احنا مش عارفين؟ يعني دايما يعني في من ضمن برضو الكتب اللي تم مناقشتها جوه الكتاب سكيري سمارت لمحمد جودة، هو بيشرح لك انه احنا سلمنا نفسنا لاي اي سولوشنز عماله تشتغل وتطور نفسها، واحنا هيوصل لمرحله التكنولوجي سنجولاريتي، اوكي. انفراديه التكنولوجي، ان هي هتعمل حاجات احنا كبشر مش قادرين نعملها. طيب خليني اسال حضرتك سؤال مهم جدا. كنا بنتكلم على النيو تالنتس والفيوتشر تالنتس اللي موجوده الفتره اللي جايه. يعني انا باختصار كده، احنا نتعلم اي اي ونستخدمه ونشتغل بيه علشان لو ما اشتغلناش بيه مش هيبقى لينا اماكن في شغلنا، ولا نقلل استخدامه، ولا ازاي نعمل التوازن ده؟ سؤال وتحدي بشع. وده يرجعنا لنقطه 01. اوكي. ان انت لازم يكون عندك، حتى هم بيسموها دلوقتي سنتر ورك فورس، اللي هو الكائن الاسطوري، اللي هو راس انسان وجسم حصان. انت لازم يكون عندك كإنسان دلوقتي، سواء صغير او كبير، مدير او لسه بادي، كجونيور او سينيور، لازم يكون عندك انسيابية التعامل مع الآلات والتكنولوجي والماشينز. ازاي انت تبقى شغال 100% مع الاي اي والذكاء الاصطناعي، لكن تدرك انه في لحظة ما فيش تكنولوجي. مفيش تكنولوجي في لحظة، وده بقى اللي بنقوله في المحاضرة الأخيرة، عشان كده برضو اسم المحاضرة الأخيرة، ان في يوم من الأيام هيضربوا لبعض الداتا سنترز مثلا، او يحصل حاجه في الحياه مفيش تواصل، مفيش كونكتيفيتي. طب انت مكمل ولا مش مكمل؟ ده سؤال يعني اعتقد ان مفيش حد هيكمل وزاره التكنولوجي، لان احنا النهارده معتمدين 100% في كل حاجه على التكنولوجي. اللي عنده بقى البديل، واللي عنده البروسيس او العمليات والمنظومه والفلو وتدفقات العمليات اللي يقدر يشتغل من غير تكنولوجي او تواصل، هيكون هو اللي عنده الكومبيتيتيف ايدج او التميز او الخطوه السباقيه عن المنافسين. طب دي تعمل ازاي دلوقتي؟
مرعب. يعني مش هقدر اقول لك نرجع للكتاب انا النهارده في شركه ومعتمد على التكنولوجي والاي اي والابليكيشنز وكل حاجه بتطلب مني النهارده ان انا يبقى عندي بلان بي في الزيرو، صح كده؟ اللي هي بنقول عليها في نفس الزيرو الوقت. في نفس الوقت. عارف اقول لك حاجه، عارف كده لما في اي شركه ومؤسسه محترمه فيها emergency plan وايفاكويشن او بيسموه الفكره حريق، تجربه حريق وبنشوف المخارج ونخرج، تمام. لازم يبقى في emergency plan ان مفيش تكنولوجي ومفيش connectivity. ده موجود في الكتاب صح كده؟ قلناه لانه الفكره كلها انه تحديات اللي جايه نفسها، انه مش عايز اقول حروب وتشاؤم، لا انا عايز اقول بكون دايما يعني متفائلين، مش عايزين نتشائم، لكن احنا عايشين في حرب دلوقتي. والحرب دي يمكن ضمن القواعد اللي ظهرت بقالنا كام سنه بسيطه، فكره الدي جلوباليزيشن او ضد العولمه. اتعلمنا دايما في البيزنس الناس عماله تقول لك عولمه وان ازاي التكامل بين الدول. النهارده العكس، النهارده كل بلد وكل شخص وكل مؤسسه عندها موارد، فالموارد هي مسكاها وخايفة عليها. فده عكس اللي اتعلمناه وده بيحصل. فازاي انت هيحصل في نفس الوقت ده برضه؟ ده مثال لفكرة يعني ايه التحدي، ان انا بشغال 01 كويس، هيحصل تكامل مع كل الناس وانكلوزيف موديل، شمولي ان انا ابقى شغال نموذج العمل بتاعي كل الناس بحتويها واتعاون معاها، بس انا عارف في لحظة ما انا والطوفان. بس اللي حضرتك بتقوله ده يعني مرعب. مش مرعب، هو يكاد يكون يعني حاجة غير متوقعة تماما. وعلى يعني أنا مش قادر أستوعب إن أنا ممكن أصحى بكرة الصبح مش هشتغل بالتكنولوجي. يعني معنى كده إن أنا أصحى الصبح معيش موبايل، مش هعرف أتواصل مع حد، مش هعرف ريبورت، مش هعرف أعمل أي حاجة. هقول لك حاجه من ضمن برضو في احداث الروايه، لما بنتكلم على بعض الشخصيات وكده، وان هم مستغربين ان ازاي احنا ممكن يحصل حاجه زي ما يسمى الفيرتشوال بريزن، اللي هو فكره السجن الافتراضي. انا دلوقتي انا مثلا انت عارف في الافلام الاجنبي كده لما يعملوا يحددوا اقامه حد ويروح حاطين له اسوره كده او حاجه، دلوقتي انا مش محتاج اعمل كده. انا ممكن انت كانسان انت هويه رقميه، انت انسان رقم، انا ممكن اقفل لك كل آلياتك ووسائلك ان انت توصل بالعالم الافتراضي ده كإنترنت. ومش قصة انترنت، قصة تواصل. كويس؟ مش جاك دورسي اللي عمل اكس او عمل تويتر قبل ما ايلون ماسك ياخدها، ودلوقتي عامل سوشيال ميديا بلاتفورم بتتعامل بالبلوتوث، ان الناس من خلال موبايلاتها تقدر تبعت مسج. طب راجل زي ده عامل سولوشن زي ده ليه؟ ما كانش متوقع ان يوم من الايام مش هيكون في تواصل. انا افتكر من فتره يعني اعتقد من سنه تقريبا لما حصلت مشكله في فيسبوك، في ميتا او فيسبوك او واتساب حاجه كده، I think الدنيا وقفت كنا فعلا. كلنا بنعرف في ناس اعمالها كلها والبيزنس بتاعها كلها مرتبط بالواتساب او الانترنت. ده مش غلط، انا بقولش ده غلط، بس انت ازاي يكون عندك بلان بي؟ بلان بي دي ممكن تكون دايفرسيفيكيشن، يعني احنا ممكن تكون تنوع في مهاراتك. فهمت قصد حضرتك. كويس، مش شرط انا بقفل الباب ده يبقى اشتغل. دايما احنا عندنا مشكله وخلط، احنا تربينا بشويه امثله كده صعبه شويه. صاحب بالين كذاب، صح؟ انت النهارده محتاج 10 11 12 بال عشان بس تحافظ على مستوى احتياجاتك. مقتنع ولا؟ بص، هو انا مقتنع، بس خليني اقول لك ان ده صعب جدا. يعني النهارده انا شغال في بيزنس، او البيزنس كله قائم على التكنولوجي والتكنولوجي سوليوشنز، او يعني حاجات ليها علاقه بالتكنولوجيا كلها. فانت بتطلب مني النهارده، بتقول لي معنى المسج دي لو انا فهمتها صح، ان بعد اذنك لازم يكون عندك تعدد مهارات، ولازم يكون عندك باك اب بلان. لو انت معتمد، لو البيزنس بتاعك اللي شغال ده معتمد 100% على التكنولوجيا، بعد اذنك لازم يكون عندك طريقه تانية اوفلاين تعرف بالزبط. تشتغل بيها بعيدا عن التكنولوجي. اقول لك مثلا احنا برضه خلي بالك، انا بحبش لقطه ان انا الناجح اللي بقول للناس ازاي تنجح. بالعكس، انا بحاول اعيش، بحاول اسرفايف، بحاول استمر على الحياه. جاك ما مثلا اللي اسس علي بابا بيقول لك مش مشكله ولا عيب ان انت تقول ان انت عندك سرفايفل استراتيجيه البقاء. فمن ضمنها ان انت تكون مالتي بيربز دريفن بيرسوناليتي، شخص متعدد الاغراض. مصداقا للكلمه بتاعتك، انا بشتغل دلوقتي على سجاد يدوي وعمليه يدويه اللي فيها ولا كهرباء ولا نت ولا اي حاجه، وفيها بشر بتشتغل على انوال او على مواد. ده بيزنس اوكي، وغالي على فكره. كويس. وفي المقابل بنشتغل على التكنولوجي،
بنشتغل على الديجيتال ترانسفورميشن، بنشتغل على كونسلتنسي. هنا التعدد الغرض ده مش هقول لك ان دي حاجه سهله. بس انا عندي 50 سنه وبتعلم دلوقتي اي، ولو اي تول طلعت اي لازم ابص لها، لكن انا بمدرك انه في لحظه لو اتقفلت انا عندي مصدر دخل تاني. انا عايز اسال سؤال في الحته دي سريعا، يعني ناس كتير جدا بتساله ايه هي الجوبز او الشغلانات اللي ممكن تختفي، ومش هقول على المدى البعيد، قريبا في خلال سنه ونص سنتين، تتوقع يعني؟ انا عندي كلمه دايما بتضايق ناس كتير قوي، يعني اي حد بيحط ايده على كيبورد ايدك هتتشال. اي حد ما زال عنده علاقه بشريه باللي قدامه، منتور بقى، ملهم، مدرس، الرياضه نفسها، المدرب الرياضي نفسه، حد بيعمل انسبيريشن بيلهم اللي قدامه، لا لسه شويه. لانه الفرق بيننا احنا كبشر وبين الماشين هو الايموشنال انتليجنس، الذكاء العاطفي. مهما عملوا تطوير ممكن، وده من ضمن الحاجات اللي بنناقشها. يعني انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي ان الاي اي بدا يدي للناس بعض المشاعر. يعني لما انت بتبعت برومبت معين وانت بتكتبه للاي اي، بدا بيرد عليك يا صديقي يا حبيبي انت راجل فبدا يديك بعض المشاعر، بدا يتعلم كمان يديك بعض المشاعر. وهي دي من ضمن الحاجات اللي في الكتاب الناس اتخضوا منها في المحاضره لما اتكلمنا على اي كومبانيون. اي كومبانيون دلوقتي في ناس، في واحد اعلان جوازها على الاي اي، في ولد عنده 14 سنه في امريكا انتحر لانه اول، ودي نخلي بالنا والناس كلها تخلي بالها على اولادها المراهقين، اول علاقه عاطفيه معاه مع اي كومبانيون، فانتحر عشان يروح لها في العالم بتاعها. فالموضوع بقى وصل لمراحل خطيره من الارتباط العاطفي بتول بماشين، وبدأ يحصل عزلة. يمكن احنا كنا بنقول مثلا ما نقعد مع بعض في مكان كلنا الناس بتنفصل بالموبايل، ده قبل ما يحصل الاي كمان، قبل ما يبقى في ادراك cognitive thinking للتوز او الادراك العاطفي او الادراك الحسي اللي حاصل دلوقتي. ففي ناس عندها صدمة، انا بقولها دايما، في ناس بغض النظر عن السن عندها مراهقة تكنولوجية مع التولز الجديدة، مش عارف يفصل بين ان دي حاجه ماشين انت لازم في ناس دخلت مع الماشين بدات تؤمن بيه. احنا عندنا ازمه في الناس دلوقتي بدات تخش تاخد قرارات طبيه معاه. ده حقيقي. انا عايز اقول يعني مجرد بالحته اللي حضرتك بتقولها دي، بقى في ازمه ثقه ما بين الانسان والانسان. بالظبط. لان هو بدا يثق في الاله اكتر من الانسان، وده بنشوفه كتير على فكره حتى في الشغل. يعني انت ممكن النهارده لو انت مدي الموظف تاسك وهو عملها لوحده وشايف ان هي ممكن تبقى كويسه، بس ما عملش فاليديشن باي تولز ليها علاقه بالتكنولوجيا، فهو هنا بيبقى في ازمه ثقه. بالظبط. زي ما حضرتك بتقول النهارده، الطبيب المريض بقى يثق في اي تكنولوجيكال سوليوشنز، اي حلول تكنولوجيه اكتر من او انت الطبيب. بتعدل عليه. يعني انت معاك دلوقتي اي واحد فينا بقى معاه حد اي كيو بتاعه نسبه ذكائه 1000 ريكورد سكور، فانت مشكله كل الناس دلوقتي حصل نوع من التساوي مش مظبوط. هو مش غلط، هو مش مظبوط الكلام ده. فالخبرات بدات تعاني دلوقتي. طيب خلينا نقول بقى، يعني في الحته دي مهمه جدا، عايز اسال حضرتك سؤال مهم بعد كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. الفرصه فين؟ الفرصه بالذات جوه المحاضره الاخيره في كده في تشابتر كامل للفرصه، كامل موجود اسمه الفرصه، الاوبورتيونيتي. فانا عايز اعرف من حضرتك، يعني الكتاب مكتوب بقاله 2 سنين والكتاب بيحاكي ما يحدث الان، فبصراحه انا كنت منبهر وانا بشوف الاحداث جوه الكتاب. فخلينا نقول للمشاهدين كده، الفرصه فين؟ الفرصة نسبية، ومن يدعي معرفة الفرصة فين فهو ده الدعوة بتاعت الفرصة. الفيوتشر اوف earning is not working. مستقبل المكسب ان انت ما تشتغلش، وده مرعب بالنسبة للناس. يعني ايه؟ يقول لك في كود كده مكتوبة حتى في الكتاب، the future of earning is X to earn. X to earn يعني ايه؟ يعني المستقبل ان انت تكسب، ان انت تعمل حاجة ما X عشان تكسب. تاكل، تتفسح، زي ما بتشوف بقى الناس اللي بتحصل، ان انت لايف ستريمينج، تطلع ستريمينج للناس، خاصه مع الجيل اللي طالع الفا جنريشن، دول اللي هم مواليد 2010 النهارده 16 سنه واكتر. انت مجرد ما ان انت تنقل حياتك ده مكسب، زي ما بتشوف الانفلونسرز. وين كان عندنا دلوقتي يمكن حاجه كتبت في الكتاب برضو موضوع الافاتارز والفيرتشوال انفلونسرز، ده جاي علينا خلاص، ده بدأ ان انا ممكن كشركه اوفر فلوس بدل ما اتعامل او اتعاقد مع انفلونسرز بشريين، انا بعمل لي شخصيه الناس تبتدي تحتك بيها وتتابعها وتؤمن بيها، وهي اصلا مش شخصيه حقيقيه. ففكره الفيرتشوال افاتارز بدات خلاص تشتغل.
كويس. لكن نرجع رجوعا لفكره الاكس تو ايرن. اقرا، اتفسح، اتعلم، اتحرك جنب شغلك. انا بقول كل واحد ماسك شغلانه يحارب عليها لاخر نفس، لكن اتعلم مهارات جديده عشان في لحظه الشغلانه الرئيسيه دي هيقول لك شكرا. يعني مش بدون ذكر اسماء شركات، في شركات النهارده ماشيه الاف الموظفين، الاف، يعني بنص العماله بتمشي لانه بيستبدلها باي اي تولز. والناس اللي موجوده اصلا عندهم بقى فكره الهارموني، فكره الانسيابيه مع الماشينز. فالمدير هينزل يشتغل بايده، والشخص البسيط الصغير الجونيور عنده المهارات ان يخش ياخد قرار بدون الرجوع لمدير. فده تحدي في بيئه العمل في المؤسسات دلوقتي. طبعا زي ما انت قلت بالظبط، عدم الثقه بقى. انا عندي تول اي اي بتطلع لي نتيجه وعندي بشري، فعمال انت غصب عنك بقيت شاكك في البشري. مع حجم الداتا وحجم البيانات وحجم الترانزاكشنز والمعاملات، انا عارف ان انت كإنسان مش هتعرف تعمل لي اللي بيعمله لي الاي اي، بالذات في التخطيط، في مهارات كتير جدا. فالخلاصه لو عايزين نلخص الموضوع، عندنا تكنولوجي سنجلاريتي، انفراديه التكنولوجي دي مشكله بشعه بنقابلها نتيجه ان احنا بقالنا 40 سنه بنحاول نخلي الماشين في قدرات الانسان. ال 40 سنه اللي جايه احنا كل الاختراعات اللي حاصله بيسموها هيومن اوجمنتيشن، ان انت بتزود قدرات البشر عشان يعيني يطلعوا للماشين اللي عدتهم دول. طيب خليني اقول لحضرتك، يعني ايه الاكسبكتيشن او التوقعات اللي حضرتك من وجهة نظرك؟ انا عارف ان دي هتبقى وجهة نظر شخصية بتاعت طبعا حضرتك، كل اللي بنقوله اكيد يعني وجهة نظر شخصية. حضرتك متوقع للشكل البيزنس في خلال السنتين اللي جايين عامل ازاي؟ وهل لو انا بفكر افتح بيزنس لسه جديد، لسه ببتدي اعمل حاجة، تنصحني ان انا ابدا، ولا الانفايرمنت او الاجواء المحيطه دلوقتي الاقتصاديه مش بس هنا حول العالم، لا هي لا تسمح بده طبعا؟ وايه اكتر انواع البيزنس اللي انت ممكن يعني ترشح ان هي دي، لا هي دي الفيوتشر اللي جايه؟ والله سؤال عميق، بس لو اختصره الاجابه بسيطه، انه دلوقتي عندنا بسبب الاي اي تولز، لو بصيت شويه كده هيبقى عندنا ترند بنقول عليه كومباني اوف وان، شركه الشخص الواحد. هو بيظهر ان انت شركه كبيره، والناس اللي اند يوزرز او المستخدمين النهائيين كعملاء وكده بيتعاملوا مع المؤسسه في خدمات او في حاجه بتتعمل، بس هو ما فيش موظفين. فدي مهاره مش ان انت تتعلمها، لان انت بتواكب الادوات دي. حاجه التانية، الانسان سيزيد قيمته. اللي بيعمل حاجه بايده كبشر قيمته اغلى. تمام. اي واحد دلوقتي ممكن يعمل ديزاين، صح؟ انا وانت بنعمل ديزاين على جيميناي وعلى تولز كتير، ده حقيقي. لكن الانسان اللي بيعمل ديزاين بايده بيبان وبيتعرف، الديزاين ده هيبقى اغلى واغلى واغلى. والشركات الكبيره بدات يعني تلاحظ الحته دي، وبيدفعوا مبالغ طائله، لانه مجرد ان انت عايز يبقى يونيك، فعمره ما هيكون يونيك بحد بيعمل له اي اي تول او بيعمل له اي اي ديزاين. فاذا الخلاصه ان الانسان اللي بيعمل حاجه بايده هيغلى اكتر وهيبقوا قليلين، والانسان اللي بيعتمد برضه على الاي ده مهم، بس بتعمل تاسكس بسيطه وسريعه، بس ده ممكن يعمل حاجه بنسميها الباسيف انكم. باسيف انكم الدخل السلبي. ممكن نسجل مثلا كورس، اي واحد فينا ممكن يقعد على زوم او على موبايله يسجل حاجه وينزلها طول ما انت نايم. ده شغال على يوتيوب، شغال على سوشيال ميديا، ده مش غلط، ده صح. اوكي. ودي مهاره لازم نتعلمها. زي ما احنا قاعدين دلوقتي مثلا، انا بتعلم دلوقتي ان احنا نقعد في بودكاست واتكلم مع مايك، ورحت عملت في استوديو وبصور وبعمل. دي مهارات لازم اتعلمها. انا عندي سؤال بقى هنا محير شويه. انا النهارده كصاحب عمل، سواء كان شركه كبيره شركه صغيره، ببتدي بيزنس، عندي مشكله في الريسورسز، والناس كلها العالم كله في مشاكل في الريسورسز، وانا عايز البرودكتيفيتي تزيد، وقدامي شخص عايز موجود ممكن استبدله باي اي تول. اعمل كده ولا ما اعملش؟ ده اول سؤال. السؤال التاني، طب ما هو انا رايح للزيرو، فانا كده هعتمد 100% على الاي اي. يعني باختصار كده، ايه رأي حضرتك في الحتة دي؟ شوف، واحدة من الحاجات المهمة، وده حل برضو نشوفه، لان انت مهارتك او موهبتك تحولها لبزنس. تمام. يعني مثلا انا من زمان بكتب شعر وبكتب، بس كنت بكتب بشكل يعني خاص بي انا وبكتب حاجتي. لا، لما يطلع كتاب زي ده معناه leverage الافورتس او رفع كفاءة المجهود. عملت المجهود مرة، فالكتاب بيطلع منه طبعة تانية تالتة، ممكن نعمله حاجات مختلفة وهكذا. اللاين ده مهم، المهارات الشخصية والمواهب. كويس، دي حاجة التانية
انه لما تبني بزنس موديل كشركه مصداقا لكلامك يبقى انكلوزيف شمولي، ان انا الناس التوظيف والوظيفه، الناس يا عيني اللي بتدور على وظيفه مش هتلاقي. تمام. طب يبقى لازم انا اقدم نفسي كاستشاري او اقدم نفسي كفريلانسر. دي بنسميها جيج ايكونومي، يمكن اتناقشت في الكتاب. جيج ايكونومي جاي من جاي موسيقى الجاز سريعه، ان لا مؤسسه مش عايزه التزم بيك كتامينات وضرايب ومرتب، وطب الدنيا وقفت دلوقتي هشرينك، هتقلص ازاي؟ ان انا خلاص انا بتعامل معاك، حتى بيسموها PPP اللي هو pay per performance، ادفع بالاداء. اشتغلت جبت اخدت، ما اشتغلتش ما جبتش ما اعرفكش، مفيش التزام عليا. في لحظه يبقى عندي 1000 واحد بيشتغلوا معايا، في لحظه لا قدر الله حرب بقى، فيروس، كورونا، اي حاجه، انا في لحظه بقفل كل حاجه ومفيش اي التزام. كتير من المؤسسات بدأت تروح لمنطقة الأجايل انتربرايز أو المؤسسة الرشيقة الكافية إنها تتحرك برشاقة بالتوسع في نفس الوقت الإغلاق. فجأة إنه هو 01. طيب بما إن إحنا بنتكلم بقى على 01، وفي شابتر كامل في الكتاب بيتكلم عن ساعة الصفر. ساعة الصفر. طيب حضرتك تقصد إيه بساعة الصفر؟ وهل ساعة الصفر دي خلاص قربت ولا لسه شوية؟ لا، ما هو ساعة الصفر هي خاصة بكل إنسان، بس ما تسعاش للحرب. إذا فرضت عليك الحرب تكون جاهز للاستعداد. يعني أنا مثلا لو أنا في وظيفة دلوقتي ما تسيبش شغلك وتقول أنا أعمل بزنس. تمام. لما تلاقي شغلك بالصناعة نفسها بتاعته بتنهار، أو قال لك معلش إحنا بنعمل داون سايزنج، وطبعا أنت باشا في الاتش ار وعارف قصة الداون سايزنج دي، يعني ده بنقول داون سايزنج علينا حق. انت فكره، انا نفسي خريج داون سايزنج على فكره، في لحظه يتقال لك معلش وانا انت قدامك شهرين ومعلش مش هتبقى معانا. طب ابتدي انا طبعا ماشي، لو لقيت وظيفه ماشي تو سكيور، ان انت على الاقل، انا بحب كده على فكره، ان انت تبقى عندك وظيفه وفي نفس الوقت عندك بزنس تاني وثالث ورابع. تمام. لان وجود الوظيفه والدخل الثابت بيقوي شجاعتك ان انت تعمل مغامره. صح. فإلا طبعا الناس اللي في سني كده لما يحصل داون سايزنج او حد فقد وظيفته او حد طلع على المعاش، بنشوف حاجات كتير زي دي، ساعة الصفر بتاعته بتيجي غصب عنه. فاهم قصدي؟ بس انا بجهز ليها، بجهز نفسي لساعة الصفر دي. من ضمنها مواكبة التولز بتاعت التكنولوجي، وفي المقابل اتعلم السوشيال انتليجنس. انا بقى بشوف ناس كتير جدا سواء كبير او صغير، مجرد ما يقعد قدام حد صوته يرعش، يبتدي طبقه الصوت، عارف انت الصوت بيختفي تماما، خلاص بيبتدي الدنيا ما عندوش، لانه ليه يا عيني كلهم ورا شاشه. يعني انا كنت في جامعه من جامعات يعني بدون ذكر اسم يعني، ومعايا دفعه سنه رابعه وقاعد في محاضره بقول للبنت اطلعي اعرفي نفسك قدام الكلاس اللي بقالك معاهم 4 سنين، عيطت. طب انت هتطلعي ازاي تقعدي في انترفيو؟ في سوشيال انتليجنس رايحه خالص مع الناس بسبب التكنولوجي، بسبب السكرينز. ما بالك بقى بالميتافيرس، ما بالك بقى بالاي اي كومبانيونز، ما بالك ان هو بقى صاحبه او صاحبتها دي ده الاي اي تول بتاعتها، ترتاح لها، مش عارفه تتكلم مع حد فبتلجأ للموبايل للاسيستنت. طبعا في فيلم في فكره ان هو لما حب الفيرتشوال اسيستنت بتاعته، فيلم هير قديم، بس الفكره العلاقه اللي دايما بنشوف الخيالات اللي موجوده والتخيلات بنلاقيها في واقعنا أليم، اصبحت حقيقه. بالظبط. طيب انا بص، في حاجه لفتت نظري الحقيقه في الكتاب، ان الكتاب رغم ان هو كونتنت او محتوى بيتكلم عن البيزنس، بس هو معمول في صوره روايه، والروايه فيها شخصيات، وكل شخصيه هي يعني ليها ميول وليها طريقه مختلفه عن التانية. بالظبط. انا مش هحرق الشخصيات عشان الناس لما تقرا الكتاب براحتها، بس انا هسال حضرتك سؤال: مين اقرب شخصيه لقلبك من الشخصيات اللي موجوده في الكتاب؟ هو كلهم ناس حقيقية على فكرة، بس مسميات مستوى، وناس عشت معاهم وعارف تجاربهم. بس أكتر شخصية يمكن حسيت فيها بقول شوية هدير إنها في تشالنج، إنها عاطفية ورومانسية شوية، وفكرة إنها في داون سايزنج، وهي ديفلوبر مهندسة، وجوزها مهندس معاهم، وجوم هما الاثنين البرنامج الابتكار ده عشان يشوفوا حل للداون سايزنج لما تقال لهم خلاص أنت ماشي. وطبعا دايما بنقولها طباخ السم اول واحد مات بيه. الديفلوبرز، الناس المبرمجين اللي عملوا الاي اي، هو اول ناس بيمشوا بيه دلوقتي بسبب الاوتونوموس كودينج، والفكره دي نفسها مرعبه. اكبر شركات التكنولوجي بتمشي الستاف كتير منها دلوقتي. فهي في تشالنج رهيب، في تحدي رهيب، ان ازاي رغم ان هي اللي عملت كده حاسه بالجريمه اللي عاملاها، وفي نفس الوقت هي بتدوق من مر ده.
من هي بتشوف الامباكت او التاثير بتشوف ده. الامباكت ده بالظبط، حقيقي. وازاي هي ما كانتش شايفه قدراتها كده، هي خايفه لاول مره. انا هعمل ايه؟ طب انا هعمل بروجكت، يعني هعمل مشروع، طب انا ولا هروح اتقدم تاني في وظيفه. فالتحدي ده فكره الدخول الانوفيشن نفسه او الكرياتيفيتي، لانه ناس كتير بتشوف ان الكرياتيفيتي ده هاز باد ريبيوتيشن او سمعتها سيئه. وناس كتير لا تؤمن انها مبدعه. في ناس مؤمنه فكره ان الابداع او الابتكار دي صفه موروثه بجينات، في حين ان دي معامله 1 2 3 لاي واحد عملها هيبقى مبدع. فده رساله الكتاب، ان اي واحد كبير ولا صغير يقدر ان شاء الله. لو عندك 60 سنه، انا بشوف ده في الماستر، بيجي لنا ناس في الماستر مثلا بتعامل معاهم حد عنده 65 سنه وجاي يتعلم، يقول لك اصل انا بطور معلومتي ومش محتاج فلوس ومش محتاج يعمل كاريكو. بس ده انا بحترمه احترام رهيب، لان ده حد فهم لقطه الحياه. ان احنا دلوقتي على فكره في عصرنا دلوقتي في نقله نوعيه زي نقله الحصان لما كان زمان. احنا في اندستري 5 دلوقتي مش 4 حتى. فكره الفيرتشوال ايكو سيستم، منظومه كامله بلا تدخل بشري. طيب يعني بجد انا بشكر حضرتك جدا. هقول لك بقى ايه، مش عارف اقول لك صديقي العزيز صديقي العزيز محمد. بس اخر حاجه، ما ينفعش نبقى موجودين مع حضرتك النهارده ما نقولش حاجه او يعني سؤال كده وتبقى نصيحه للمشاهدين على الاستخدام الخاطئ للاي اي دلوقتي. حضرتك شايف ده ازاي وتنصح الناس بايه؟ ويكون ده اخر سؤال احنا بنختم بيه مع حضرتك. يمكن الحته اللي هي برضو في الكتاب برضو اخد منها برضو الكود دي، فكره انه جيفري هينتون اللي هو الاب الروحي للاي اي اللي كان في جوجل وقدم استقالته وخد جائزه نوبل السنه اللي فاتت في الفيزيكس، هو نفسه المفروض الناس كلها كانت في حفله نوبل منتظرين يقول كلمه عن انجازه. هو بيحذر البشريه احنا داخلين في مرحله انه الاي اي مش عارفين في ايد مين، مش عارفين عواقبه ايه. فبالتالي اللي انا بقوله للناس كلها innovate or evaporate. فكره ان انت تبتكر قبل ما تلاقي نفسك انت بتختفي. وبرضه نصيحتي للمؤسسات بقى، طالما احنا بنتكلم الكوربريت انوفيشن، لو انت شايف معدل التغيير خارج المؤسسه بتاعتك اعلى كتير من معدل التغيير جوه المؤسسه بتاعتك، اجري. المؤسسه دي معناها في لحظه تلاقيها مختفيه. لانه دلوقتي ممكن يكون 2 شباب صغير قاعدين في شقه بيخترعوا اختراع هيوقعوا شركه كبيره. مجرد على فكره احنا دلوقتي it's not about what to offer، ما بقتش فكره ايه اللي هديه، فكره ازاي هديه. الابتكار كله دلوقتي في ازاي مش في ليه. طيب انا في حته بقى اخر حاجه دي برضه عايز اخد راي حضرتك فيها. ممكن نقعد كده يومين خلي بالك. لا ده اخر حاجه. التفاصيل الشخصيه للناس بتشير تفاصيل شخصيه مع الاي اي مرعبه. سؤال، المعلومات دي بتروح فين؟ هو متخيل من مجرد ان هو مسح الشات ما بينه وما بين الاي اي الموضوع انتهى. انا عايز اقول لك لسه والله العظيم عامل التاسك ده امبارح. دخلت كده مع ان جيميناي دي اوبن تول، يعني مش حاجه يعني كلوز زي تشات جي بي تي وباشتراك وبتاع ومش مقفوله. فسالته بقول له انت تعرف ايه عني، يعني اديني وصف ليا. مش عايز اقول لك عمل يعني، انا مديني وصف انا اترعبت وانا ببص عليه. حتى في طريقه سلوك تفكيري، انت متاثر بكذا وبتشتغل كذا وعندك في فكرك كذا. على فكره الوضع مش عاطفي. والقصه على فكره مش قصه بس سلوك ان انت بتدور او لا بقى في بريدكتيف اناليتكس او التنبؤ بسلوك ما، وده بيشتغلوا بيه بريدكتيف ماركتنج، التسويق، فكره التنبؤي دوت بسلوك الناس. بخلاف بقى فكره انه خلاص ما فيش برايفسي خالص. تمام. كلنا يعني تعرف فرح الاكسبت، بتنزل ابلكيشن اكسبت وانت مش شايف ايه هي اصلا الشروط ولا عارف دنيتك كلها معاهم. بقت العمليه ايه يعني مرعبه في الحته دي. الاي اي كمان تخيل بقى ان اللي انت بتتكلم معاه افكارك وبيراقبك في افكارك وممكن يوجهك، فده التشالنج. ومين اللي حاطط المبادئ اللي بيتبنى عليها القرار في التوجيه؟ مش عايز اتكلم، ده سؤال بقى. يعني دي نقطه. وعلى فكره دي نقطه مفتوحه، دي open question. ده سؤال ملوش اجابه دلوقتي، هو هيبان بالتجارب وبالافعال. طيب خليني بقى يعني اخر حاجه بقى كده، بما ان احنا خلاص بنختم، فحضرتك تقول ايه بقى لكل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي؟ والله رغم ان الكتاب هو المحاضرة الأخيرة، إلا ان دعوته بتتحرك لمنطقة تانية خالص. لأن أثناء الكتاب طول ما احنا في البروجرام مع الناس والشخصيات بنتكلم ان انت تبدأ الفعل، فبينتهي الفكرة انه ازاي ممكن تبدأ من غير فلوس.
وده السؤال اللي كان طول الوقت بيشغل الناس اثناء البرنامج. اللي عندي تحديات كتير قوي، انا هبدا بزنس ومعيش فلوس او مفيش موارد زي ما انت قلت. فهنا بندي حلول في الاخر بتودينا كمان لبقيه بقى البروجرام ان شاء الله، فكره ازاي المغامره تحصل. وده الفنتشر مانجمنت، اداره المغامره، ازاي انت تكبر بدون ما يبقى عندك فلوس. وده التحدي اللي احنا بنشوفه، والنتيجه هنشوفها ان شاء الله في طيب لو قلنا عايزين نلخص كل الكلام اللي احنا قلناه ده، يعني هنقول كده ايه، شوية تيبس صغيرة كده، يعني ملخص سريع لكل اللي احنا قلناه. التحدي برضه انت تكونكلود بقى كل ده. كل ده يمكن بقى يعني فاهم، يعني تبقى ايه زي هقول لك، انا بحس دايما ان انا رسالتي مع الناس زي رساله الانسان الاعمار في الارض. في نفس الوقت رساله ان احنا نبقى عندنا الشجاعه. والشجاعه مش ان انت تخش حاجه وانت مش خايف، ده اسمه تهور. بيخش كده، لا، الشجاعه ان انت تخش حاجه رغم انك خايف منها. فانت لازم تخش الاي اي، تخش تتعلم اي، بس في نفس الوقت تدير مخاوفك منه وتدير عواقب ان انت تعتمد اعتماديه كليه عليه. فانت ازاي تكون انسان بتستخدم ادوات. عشان كده دايما نقول، لو احنا كونكلود بقى دايما، embrace technology but don't become it. احتضن التكنولوجيا بس ما تبقاش جامد زي التكنولوجيا، لان التكنولوجيا غبيه. كوبس، شد الكوبس، ما تبقاش انت انسان مسلم نفسك للتكنولوجي وفقدت عواطفك وحياتك. وفي ده بنقابله دلوقتي، بنقابله ناس كتير جدا مش قادره تحافظ على علاقاتها العاطفيه مع زوجته، مع اصحابه، مع اسرته، مع اولاده، بسبب التكنولوجي. طيب يعني لو قلنا يعني نلخص كل الكلام ده ونقول حاجة للمشاهدين، ان قيمتك كإنسان الفترة دي، الفترة اللي جاية وفي العموم، هو انك انسان بتحتوي على مشاعر التكنولوجيا لا تستطيع ان تحتوي على المشاعر دي. فنقدر نقول حافظ على المشاعر اللي موجودة معاك في تعاملاتك مع نفسك، في تعاملاتك مع الآخرين، علشان تفضل محافظ على قيمتك. صح كده؟ صح كده. طيب احنا بنشكر حضرتك جدا صديقي ده انا اللي محمد، بشكر لايف سيزون تيم، وسعيد كنت معاكم والله. وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في مرات ان عديدة شاء بإذن الله. الله. وشكر جدا لو وصلتوا لغاية هنا، فاحنا بنشكركم جدا، وبنتمنى يكون الحلقة عجبتكم. الحقيقة كانت حلقة ممتعة جدا عن innovation والتكنولوجيا، وهنعمل ايه مع الاي اي، وازاي نحافظ على نفسنا، وازاي نحافظ على مشاعرنا، وازاي وايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية. بشكركم جدا، وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست لايف سيزون. السلام عليكم.